على قد ما حاجات كتير اتغيّرت قبل بداية الموسم، على قد ما حاجات أكتر بكتير فضلت زي ما هي. تشيلسي وليفربول في ديربي كايسيدو برضه اتعادلوا زي كل سنة. إيرلينج هالاند لسه رهيب ودي بروينا لسه بيتصاب. ونيوكاسل دايمًا بيكسب يا 4 يا 5. هابدأ بماتش تشيلسي وليفربول اللي فعلًا كان أقوى ماتش في أول أسبوع، ولكن بصراحة أنا مش عارف هو كان أقوى ماتش علشان الفرقتين جامدين والّا عشان الفرقتين زفت. قبل بقى ما أتكلم عن الماتش اسمعوا دي. يورجن كلوب في آخر 21 ماتش لعبهم ضد تشيلسي واجه فيهم 9 مدربين مختلفين للفرقة. استمرارية؟ يعني إيه استمرارية؟ زي ما قلت بقى على ماتشات تشيلسي وليفربول إنه كالعادة بيتعادلوا لأن ده سابع ماتش على التوالي بين الفرقتين في بطولات مختلفة يخلص برضه بالتعادل. ولكن اللي كان واضح جدا في الماتش ده قد ايه الفرقتين دول محتاجين لاعب خط وسط زي مويزيس كايسيدو. وعشان كده في الدراما الرهيبة اللي كانت حاصلة قبل الماتش مين فيهم هيشتري كايسيدو. في الاخر طبعا زي ما شفنا تشيلسي هو اللي اشتراه برقم قياسي للدوري الانجليزي. قلت انا في حلقة التوقعات ان مشكلة ليفربول من الموسم اللي فات ان خط الوسط ما بيديش اي حماية تماما لخط دفاعه. وعشان كده كنا دايما بنشوف الموسم اللي فات شوارع ورا دفاع ليفربول. وقلت وقتها ان المشكلة يا اما مشكلة كبيرة تكتيكية يا اما مشكلة افراد. اللي شفناه في الماتش ده بخط وسط فيه 2 لعيبة جداد لليفربول ان المشكلة شكلها تكتيكية ممكن جدا لا كايسيدو ولا حتى باتريك فييرا في عزه يعرف يحلها لو كلوب فضل مصمم على الطريقة اللي بيلعب بيها دي. روح بقى لبيرني ضد مانشستر سيتي الماتش اللي كان كله حاجات متوقعة. زي المتوقع هالاند جاب جونين وبكده يبقى هالاند مسجل جونين في أول ماتش له في الموسم مع فرقه سواء دورتموند أو مانشستر سيتي في الأربع سنين اللي فاتوا ورا بعض. لسه رهيب وهيبقى أحسن ويعني ربنا يكون في عوننا. وزي المتوقع برضو كيفن دي بروينا اتصاب. لو بصينا كده على اخر 3 سنين لدي بروينا مع مانشستر هنلاقي انه من 3 سنين لعب 28 ماتش في الموسم قلوا ل 26 ماتش في الموسم اللي بعده وفي الموسم اللي فات ده لعب اساسي في 23 ماتش بس. واضح جدا ان الكيرف بينزل وهو الموسم ده بدأ بإصابة وممكن جدا يلعب اقل من 23 ماتش. هل بقى سيتي اللي عنده بديل كويس جدا لكل المراكز عنده حد بدل اهم لاعب في الفريق؟ أرسنال بقى على أرضه كسب نوتنغهام فورست 2-1. وآخر مرة أرسنال قابل فورست في أول ماتش في الدوري كان في موسم 98-99 في هايبري وبرضه كسب 2-1. قلت قبل كده في حلقة التوقعات إن أرتيتا الموسم ده عايز يخلي أرسنال طريقة لعبه وتشكيله غير متوقعة تماما. وفعلا في الماتش ده أرتيتا بدأ بلاعب قلب دفاع واحد بس. والأول مرة من سنتين من أغسطس 2021 يعني 73 ماتش يبدأ ماتش في الدوري من غير جابرييل المدافع في التشكيل الأساسي. إيدي إنكاتيا بقى المهاجم الاحتياطي لأرسنال اللي بيلعب بدال جابرييل جيسوس المصاب سجل الجون الأول لأرسنال بعد براوليه سحري من مارتينيلي. كده يبقى إنكاتيا في آخر 16 ماتش بدأهم في التشكيل الأساسي لأرسنال على أرضه سجل 14 جون. أحسن أداء هجومي بقى في أول أسبوع في الموسم كان طبعا من نادي نيوكاسل اللي اكتسح أستون فيلا 5-1. كده نيوكاسل من بداية الموسم اللي فات لحد النهاردة جايب في الدوري 4 تجوان أو أكتر في 9 ماتشات مختلفة. كده يبقى تاني أكتر فرقة عملت الموضوع ده بعد طبعا مانشستر سيتي اللي عملوها 10 مرات. كده خلص الأسبوع الأول من البريمير ليج من غير أي مفاجأة تماما ودي الحاجة اللي ما تعودناش عليها خالص. فأكيد ده معناه إن الأسبوع الجاي هيحصل مفاجأة غير عادية. خلينا نشوف إيه اللي هيحصل وأشوفكم الحلقة الجاية.